السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معكم اي خيري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي، تكسبوا الصلاة على النبي. يا مساء الفل على عيونكم. قاعدة كده لا بيا ولا عليا، وطلبت معايا اعمل محشي. رحت قلت لماما: يا ماما انا عايزه اعمل محشي والخضره في التلاجة وكل حاجه عندنا، الخير كله عندكم ان شاء الله. فقلت يلا بقى هعمل قبل ما نبدا يا حبيبه قلبي ما تنسيش تعمل لايك للفيديو وكلمه حلوه منكم في الكومنتات. يلا نبدا على بركه الله ونقول بسم الله. هنا بقى هفصص توم للمحشي، واحط عليه شويه ملح عشان يدق معايا بسهوله. طبعا الهون بتاع ماما الجميل، واحط عليه ملح فلفل كمون وكزبره. ويكون انا حاطه على النار البصل المبشور. طبعا المحشي بحب ابشر له بصل او تحطيه في الكبه زي ما حضرتك بتحبي. بعد كده اقلبه شويه من غير اي حاجه بحيث ينزل الميه بتاعته بشويه ملح. بعد كده احط له شويه زيت بالراي، ما تستخسريش. حط الدهن براحتك في المحشي علشان تتسبك حلو. وده دهن انا مسيحاه، احط له كده كد معلقه من الدهن. ان شاء الله على مره اعمل فيديو مخصوص للدهن لان طعمه حكايه. تمام. حطيت البصل ساح بصل اتحمر دبل يعني شويه مع شويه ملح وادي الدهن، واحط عليه شعره بسيطه من السكر علشان خاطر البصل يبتدي يكرمل معايا ويستوي بسرعه. واحط عليه فلفل زي ما حضراتكم شايفين مربع كده. ده روعة بصراحة في المحشي، بيدي طعم يعني جبار، ريحة جبارة وطعم روعة. تمام كده يا حبايب قلبي. هحط في نفس مرحلة البصل الفلفل الاخضر، هما الاتنين ياخدوا من طعم بعض. تمام. وادي التوم معايا احطه على المرحلتين. خليكم معايا عشان نشوف هنعمله ازاي. هنعمل محشي بكذا نوع ان شاء الله في الفيديو ده. محشي الفلفل الاخضر والكوسة، وازاي نجود الكوسة من غير ما نكسرها ولا نبوظها باسهل طريقة ان شاء الله وسهل الممتنع يعني. وكمان ازاي نحشي الممبار. خليكم معايا ان شاء الله وتطلع من الفيديو ده وانتوا اساتذه في المحشي باذن الله. ادي الثوم بعد ما انا عملته هاخد منه قد معلقه كده على حسب الكميه اللي معاكي. شايفين ازاي البصل ما شاء الله بيجي معايا كهرمان الله اكبر. تمام كده. اوصل له المرحله دي علشان يبقى معايا مسبك وطعمه في منتهى الجمال. اول ما نحط الثوم واشم ريحته، بس ما سيبوش ان هو يعني يزيد خلاص. اول ما اشم ريحته انزل بايه تاني؟ انزل اما بعصير الطماطم اما بالصلصه. بس في المحشي بصراحه بيكون العصير الطماطم اطعم، ولكن ما فيش عصير طماطم نحط صلصه عادي، او يكون في طماطم مصلصينها في الفليزر. تمام. ادي نزلت كده بشفشف او شفشف ونص من عصير الطماطم، الكميه على حسب الكميه اللي معاكي. تمام. المحشي بيحب التسبيك الكتير، وبيحب يعني التسبيكة بتاعته تبقى يعني كتير كده وحلوة. تمام. المحشي اساسه التسبيكة تبقى مظبوطة. تاني حاجة الخضرة بتاعته لازم تبقى كتير. تمام. يعني الغالب فيه بيكون الخضرة مش الرز. تمام كده يا حبايب قلبي. تاني حاجة في المحشي عشان يطلع معاكي محشي مصري أصيل، هو ملح فلفل كمون كزبرة فقط لا غير، وسنة شطة لو انت بتحبي، بالشطة بتحليه كمان زيادة وزيادة. تمام. ولا بنحط بهارات محشي ولا بنحط قرفة ولا بنحط جنزبيل. طبعا ده على حسب الرغبة زي ما حضراتكم بتحبوا، ولكن ده يعني الطريقة الأصلية للمحشي او الاحلى بصراحة للمحشي، ولكن كل واحد وذوقه. جربوا التوابل دي بس في المحشي وبصراحة هتدعوني بجد. الخضرة معايا حبايب قلبي، زودوا في الخضرة ما تستخسروش. الخضرة هي اساس المحشي، وهي اللي بتدي النكهة الجميلة اللي احنا بنحبها في المحشي. هنقلل الخضرة مش هتديكي نتيجة مظبوطة او الطعم اللي احنا بنحبه. تمام. شبت، بقدونس، كزبرة، 3 انواع بحطها في المحشي. تمام كده يا حبايب قلبي. واغسلها مره واتنين وتلاتة لحد ما تلاقي الميه بتاعتها ترود خالص. تمام كده. ولا هستعمل الاتنين، الورد والعصب بتاعه. طب يا ايه، طب العصب هتحطيه في ايه؟ خليكم معايا ونشوف العصب هنستعمله في ايه.
طبعا ساعات احيانا في الخضرة عامة يعني بتلاقي في العصب في طين كده لاسد. ده ممكن طبعا ممكن ما احنا منشوفوش، فاحنا لازم المفروض يعني ننقع الخضرة في شوية مية بملح بشوية خل علشان اي طين ولا اي بتاع ينزل معانا في المية. ده اساسي معانا. ابتدي اغسل فيها بضمير بقى الخضرة عشان تنزل اي حاجة وحشة منها، وابتدي اصفيها لحد ما تنشف عشان ابتدي اشتغل فيها. تمام كده يا حبايب قلبي. وانا سايبة التسبيكة البصل بالطماطم يتسبك براحته لحد ما انا اخلص. المحشي سهل جدا على فكرة، وسهل الممتنع يعني، مش لازم علشان اعمل محشي اعمل كمية كتير، لا. ممكن انت تعملي كمية مثلا كيلو رز وبالتسبيكة بتاعته بالخضرة وتكيسيه في الفريزر. وقت ما تكون حابة عايزة تعملي محشي تروحي تطلعي الكمية اللي انت عايزاها وتبتدي تحشي وخلاص كده. فهماني؟ ده هيسهل عليك كتير على فكرة. وانا شخصيا في بيتي حاليا انا بعمل كده. طبعا في يعني تكة مهمة جدا بالنسبة لأي نوع محشي. أي كيلو رز أي كيلو محشي بياخد كيلو إلا ربع رز. تمام كده يا حبايب قلبي. فأنا هنشوف الكمية اللي أنا خدتها يعني. وادي زي ما قلت لحضراتكم ان احنا هنحشي الممبار ونشوف هتحش ازاي. وادي في تكة برضو مهمة للمحشي. للرز ذات نفسه بعد ما غسلناه ونقيناه كل حاجة وغسلناه من النشا بتاعه، لازم نغسله كويس من النشا، لان النشا عدم غسلانه النشا اللي فيه بيساعد ان الرز يعجن. نروح نحط عليه ملح فلفل كمون تصبر سنة شطة وسنة بابريكا بسيط لو بتحبي، وتفركيها شوية كده في الرز، هيخلي الرز متبل معاكي ومطعم، غير التطعيمة بتاعة التسبيكة. التوابل اللي احنا حطيناها على الرز بيخلي الرزاية كده مغلفة بالتوابل. فاهمين حضراتكم؟ بس مش كتير، ما تحطيش كتير، فاهماني؟ وادي التسبيكة بسم الله ما شاء الله، الله ينور. على التسبيكة ولا الريحة كانت خيال. هاخد منها كام معلقة كده، هشوف هنعمل بيها ايه. كام معلقة هاخدها دي احطها على جنب، دي اساسي ودي اللي فيها حلاوة المحشي كله. بعد ما حطيت الرز على التسبيكة وحطيت عليه فلفل تاني اخضر من غير ما اسويه، وعليها يعني معلقة كبيرة توم ني برضو من اللي انا دقيته، ده كله ني، ده اساسي برضو. على الخضرة، ادي الخضرة هقطع منه العصب، اقطع العصب واسيب واخد الورد واسيب العصب، وابتدي اخلط كده شوية، واحط على الخلطة بتاعة المحشي معلقتين زيت. ليه المعلقتين الزيت؟ هيخلي خلطة المحشي معايا مفلفلة وبتلمع، هتخلي الرز معايا مفلفل كده ويستوي في المحشي، يعني ما يبقاش محصوي كده وناشف. تمام كده يا حبايب قلبي. ما تنسوش الملح. تمام. ونبتدي نقلب كده الخلطة كلها مع بعض، وما ننساش ناخد من التسبيكة معلقتين ونحطها على جنب. تمام. لو انا وبقلب حسيت ان المحشي عايز صلصة تاني احط له من اللي انا من اللي انا شلتها. تمام كده يا حبايب قلبي. شايفين ازاي؟ بسم الله ما شاء الله الخضرة في المحشي كتير ازاي. هي دي اساس الطعم، هي دي اساس الطعم من الخضرة الكتير. وادي شايفين الممبار، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر على الممبار. هو كانت تجميع فيديوهات، هنجيب الاول تجميع فيديوهات مع بعض يعني. يعني انا المحشي الخضار ما عملتوش مع محشي الممبار، الاتنين يعني تجميع فيديوهات مع بعض. هجيب صباعين الاتنين زي ما كده يا حبايب قلبي زي ما حضراتكم شايفين، وادخل صباعين الاتنين في الممبار زي كده، وابتدي احشي بالطريقه دي لحد ما احس ان الممبار اتحشى معايا، بس محشيهوش جامد علشان ما يفرعش معايا على النار، ولا اخليه فاضي برضو. فاهمين حضراتكم؟ من اسباب نجاح الممبار اني ما حطيتوش ملح اثناء ما هو بيغلي. تاني حاجة، اول ما بيبتدي يغلي على طول اوطي عليه، ولازم المية يكون مغطياه. يعني تلت حاجات بتخلي الممبار معايا ينجح. اول حاجة محشيهوش جامد عشان ما يفرقعش، ما حطش ملح في المية، وما معليش النار عليه. تمام. رابع حاجة
ما خليش المية معايا ناقصة في المنبار، لازم المية تكون مغطية علشان ما يفرقش مني. تمام كده يا حبايب قلبي. ندخل بقى على ايه، على محشي الفلفل. اسهل انواع المحشي اللي عملتها في حياتي هو الفلفل. هو مفيش. شايفين بعمل ايه حضراتكم؟ بدور كده بالمجوره. اول حاجه بعملها بالسكينه صغيره التون عشان ما تتفتحش مني. اهو شايفين كده على الحدود بتاعه الفلفل، وابتدي اعملها بالسكينه كده. تمام، بالراحه علشان الفتحه متوسعش مني ويبقى شكلها وحش. وعشان الرز كمان ما يطلعش برا. تمام، وابتدي كده بالمجورة احايل فيها واطلع الابيض اللي فيها، لان الابيض ده بيخلي المحشية وحدة المحشي معايا ايه، مررة. تمام كده يا حبايب قلبي. تمام، متنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، والله بسجل وانا فعلا تعبانة، فادعولي ربنا يشفعني ان شاء الله ويكرمني باذن الله. ومتنسوش تعملوا لايك حلو للفيديو وتدعموني، وبشكركم على دعمكم ليا ومتابعتكم ليا ودعواتكم ليا، وكلكم على راسي والله. تسلموا لي حبايب قلبي كلكم. ادي بعد ما انا نضفتها، بص نضفتها ازاي، بسم الله ما شاء الله، الله ينور. طبعا اللي كانت بتصورني ماما حبيبه قلبي. ادي الكوسه في ناس كتير بتتعدد من المحشي او بتتعدد اصلا انها تحشي الكوسه عشان هي ناشفه وبتتكسر معاها. اول حاجه احنا الكوسه بعمل الغرزه كده بالمدوار في الكوسه على الضيق، شايفين كده، حته صغنونه بطلعها، وبقيس الكوسه، طول الكوسه على طول المدور، علشان ما انا ما ادخلش في الكوسه بالطول بالمدور اكتر من اللازم فتروح ايه تتفتح من تحت. فناخد بالي من الطول بتاع الكوسه وامشي على كدو يعني، واحيلها اخد حته حته لحد ما ادورها كامل. يعني مش هاخدها كده من الاول للاخر احط المجور في الكوسه عشان ادورها مره واحده، لا انا هايلها اخد حته واطلع، اخد حته واطلع لحد ما ايه، ما احس ان انا كده ايه، انا عجباني السمك بتاع التدوير بتاعها. والتدوير بتاع الكوسه مش هسيبه، هاخده واشوف هنحطه في ايه. والحدود بتاعت الكوسه هاخدها كده. طبعا الكوسه بتبقى فيها حبيبات رمليه بتبقى لازقه فيها، لازم تتشال بالشوكة بالحد بتاع المجور بأي حاجة. بعد كده بتتحط في مية بملح لحد ما بتتحشي يعني. اظن طريقة المجوار سهلة بتاعة الكوسة. يا رب يكون الناس اللي مش بتعرف تجود الكوسة يكون فهمت المعلومة او وصلت المعلومة. تمام كده يا حبايب قلبي. وتاخدي الجعر بتاع الكوسة من تحت عشان ترف هي، وبنحطها في الحلة حتة صغنونة كده. ادي بعد ما خلصت المحشي الفلفل والكوسة اهي، احط المحشي في حاجة واسعة وابتدي احشي. طبعا اللي كانت بتصورني ماما، ربنا يبارك لها يا رب ويخليها لينا باذن الله ويسعدها ويرضيها ويرضى عنها يا رب، اللهم امين. طبعا في المحشي في حته مهمه عشان المحشي ما يطلعش بره الحله اثناء السوا. يا دوبك اي نوع محشي بنحشيه 3/4 بس، 3/4 ونسيب الباقي فاضي. ليه؟ عشان خاطر الرز بيزيد، فعشان لما بيزيد ما يطلعش برا الحلة. وكمان عشان الرز لما يجي يستوي يبقى مهواي ما يبقاش مكتوم في وحدة المحشية. تمام كده يا حبايبي، حلو وحدة المحشية دي. تمام كده يا حبايبي، اتمنى يكون الفيديو ان شاء الله عجبكم واستفدتم مني باذن الله. هبتدي بحشي كده. طبعا الممبار انا بعد ما حشيته سلقته في ميه ببصل بطماطمية عشان تديها نكهه، وبوله جورة وملح فلفل كمون وكزبره. وزي ما قلت لحضراتكم يتغلي. واول ما يبتدي يتغلي كده والميه تغلي يعني وتفور، اروح اوطي عليه عشان خاطر يستوي، لان لو خليته على نار عاليه بيفرجع. تمام، لحد يعني حوالي ساعة الا ربع كده ايه، وتبتدي تطلعيه تلاقي معاك بيبان يعني انه استوى. الرز بيطلع منه كده حتة، بتلاحظ ان الرزاية استوت وهو استوى. هو ساعة الا ربع بتطلعيه على مصفى كده لحد ما يتهوى مع بعض. لازم تخليه يتهوى كده، لان اصلا من بره عبارة عن ايه، عبارة عن يعني جلد يعني، هو مش بيستحمل. فاهمين حضراتكم؟ لحد ما يبرد خالص وتتحمريه في الزيت على النار، وتحمريه كويس كده لحد ما يتحمر معاك. وادي الفلفل ما شاء الله، وادي المحشي بسم الله ما شاء الله.
نسيت اقولك يا روح قلبي ان العصب بتاع الخضرة اللي احنا سبناه بنحطه فرش في الحلة، في قاع الحلة، علشان المحشي معايا ميلسكش. وكمان خدنا معلقتين من الصلصة بتاعة المحشي، لان بنحطها في الشوربة لما بنسجل المحشي، بنحطها في الشوربة بتدي طعم روعة ويخلي المحشي معايا لونه احمر. اتمنى يكون الفيديو اعجبكم، اتمنى يكون نلت اعجاب حضراتكم. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه، وكلمه حلوه منكم في الكومنتات. انتظروني في فيديوهات احلى واحلى. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.